بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا في فيديو جديد، ولكن المرة دي الفيديو عن العملات التذكارية المصرية. طبعا انتوا عارفين جنيه قناة السويس جنيه مشهور ومعروف لدى الجميع، وهو تم طباعته 2015. وطبعا انتوا عارفين ان في أخطاء في السك سواء في التاريخ أو الشكل. طب في ناس بتقول ان في جنيه مطبوع 2011 على الرغم ان هو بدايته كانت 2015. طبعا الجنيه ده ليه قصة دي هنتكلم فيها بعدين، ولكن هنتكلم عن اخطاء السك. يعني عندنا هنا الجنيه هنا شكله عادي قناة السويس، وده شكله عادي، وده برضو شكله عادي، انما ده اللي هو شكله مش عادي. لو لاحظت هنا هتلاقي فيه اطار، ادي الاطار اهو بارز عن مختلف عن الجنيهات التانية. انا طفيت لك الاضاءة عشان يبان معاك شوية اهو. ادي الاطار اللي بنتكلم عليه، تمام، مختلف مش موجود في باقي الجنيهات. طب لو قلبنا كده الجنيهات، ادي الجنيه قناة السويس اهو، بس محدش يقول عشان الجنيه دوت عليه موضوع هنتكلم فيه برضو. ده الجنيه اهو 2015 زي ما انت شايف معايا. ده الجنيه التاني برضو في خطأ هنا، ادي الاطار اهو، وتلاقي الاطار مرحل شوية. الاطار ده مش موجود في الجنيه ده ولا الجنيه ده ولا الجنيه ده، موجود اهو في الجنيه التاني ده برضو اخر واحد. ادي اطار اهو برضو، ادي الجنيه اطار هنا بارز. ادي ده قناة السويس عشان مفيش حد يقول انه احنا ايه بنغير الجنيه ولا حاجة. طيب نيجي بقى للجنيه بتاع الموضوع بتاع النهاردة، اللي هو الجنيه دوت. بصيت كده ركزت معايا، ادي الجنيه اهو 2011. ادي الاطار اهو، وادي 2011 في الجنيه بتاع قناة السويس. اعتقد كده باينة اهي. ادي جنيه قناة السويس، وادي تاريخ الاصدار بتاعه. ده الجنيه اللي هو كان عامل الناس كلها بتدور عليه او بيقولوا فيه جنيه 2011. احنا لقيناه، تمام اهو. كل دول 2015، يعني ده جنيه 15 اهو 2015 عادي. ده 2015 لكن في خطأ هنا. ادي الاطار اهو اللي بقول لحضرتك عليه، تمام. وادي جنيه 2011، وادي جنيه تاني قناة السويس في خطأ في السك بتاعه. ده كان فيديو النهاردة. ان شاء الله برضو انتظرونا في فيديوهات تانية. هنجمع لكم شوية فيديوهات عن العملات التذكارية وبعض النوادر فيها وبعض اخطاء السك، تمام. وهنحاول نجمع المجموعة كاملة عشان خاطر اهي 2011، عشان خاطر الناس تعرف المجموعة كاملة كانت عبارة عن ايه وكام قطعة. هنحاول قدر الامكان ان احنا نجمعها. شكرا لكم، وتابعونا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.